لقد جاء يوم الحساب. ونفخ إسرافيل في السور نفخة البعث، وأخرجت الأرض ما فيها، وخرج الناس من قبورهم. فعندما فزع هذا الشاب وخرج من قبره، وجد اليوم المنتظر، إنه يوم القيامة. فماذا حدث عندما خرج من القبر؟ وماذا رأى من أهوال القيامة؟ وفجأة أحياه الله مرة أخرى، وأحيا الناس جميعا، وكان هذا يوم القيامة. فحدث للأرض زلزالا هائلا، وتشققت السماء، وكانت النفخة الثانية في الصور قد دوت، وبعثت كل من في القبور. شعر هذا الشاب بأن شيئا يجذبه للخروج، وفتح عينيه ببطء ورأى القبر من حوله يتشقق. كان جسده ينبعث فيه الحياة من جديد. تحرك في ضيق القبر حتى انفجر التراب عنه، فوجد نفسه واقفا في أرض غريبة لم ير مثلها من قبل. كانت الأرض مستوية تماما بلا تضاريس، تمتد إلى ما لا نهاية. السماء فوقه مشقوقة، وعناصر الكون في حالة من الفوضى العارمة. نظر هذا الشاب حوله ورأى الناس يخرجون من القبور، البعض يصرخ والبعض الآخر مذهول. أصوات الهلع كانت تعلو وتتصاعد مع كل لحظة. رأى الأمهات يهربن من أبنائهن، والجميع مشغول بنفسه، وكان الهلع يسري في كل نفس. بينما كان هذا الشاب يراقب هذه المشاهد المرعبة، تذكر ما قرأه في الدنيا عن يوم القيامة. تذكر الآيات التي وصفت هذا اليوم المشهود، وها هو الآن يعيشه حقيقة. وكل ما كان يملكه في الدنيا قد تبخر، لم يبق معه إلا عمله.